وكان دايما تملي يقول: الحب الكريم سكن حب قلوب الناس، وكان يقدر المخاليق ولا يغلط ولا يغضب ولا يجيب في سيرة الخلق غير بالخير. وكان يقول: يا ابني فلان عمك فلان خالك. يا ابويا ازاي؟ فلان ده حتى من دوري ومن سني. بيقول: قدر هتتقدر وبالاخلاق يزيد شانك، وحتى بعد ما ترحل هتبقى السيره في قلوبهم تعيش اعوام. يا ولدي انا مزارع، وعايزك انت تشبهني، تكون زارع شجر للحب جوه الناس. هيجي اليوم في ظل الشجره تتمدد، بلاش على الخلق تتبدد. وكان دايما يمثل لي بحاجه هنا في غيطه، فقال لي: بص للسبل اللي مليانه شايفها ازاي، وبص للي جنبيها هناك فاضيه شايفها ازاي. فقلت: يا ابويا دي محنيه برغم انها بالخير مليانه معبيه، ودي شمخه برغم انها فارغه ولا بتفيد. فقال لي: فهمت يا ولدي انا اقصد ايه؟ فقلت: فهمت يا ابويا. طريقك انا واخواتي هنمشي عليه يطول عمرك وافضل عليك مسنود. فقال: يا ابني انا راحل ومهما يطول، ده لو ينفع حد يتخلد كان اولى مني ومن غيري طه الرسول. امانه يا ابني تدعي لي يوم مقابله رب كريم، وحاجي انت بضلوعك على اخواتك، ووصي لما تتجوز كمان ابنك وقولها برضه لمراتك، وصون امك عشان خاطر. سامعني يا واد؟ يا نن القلب من جوه. خلاص يابا انا سامع، وانا لامي ولاخواتي هكون جامع، واكون بلسم، واكون راجل، وحتى مني احميهم عشان خاطرك. يصونك ربي يا ابني وتفضل بفضل وخير، ولا يجور عليك ظالم، ولا يحوجك ربنا للغير. يا كلامك لسه في وداني يا اروع اب. عليك مني الف رحمه ونور يا نبع الحب، وينعم ربي بالجنه ويصب عليك نعيم. شكرا.